السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وانا وسعادة يا رب العالمين. رمضان كريم علينا وعليكم كده ان شاء الله. قبل اي حاجة، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، يا ريت نصلي على النبي كده عشان ناخد الثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تاني حاجة، يا ريت لو انت مش مشتركة في القناة واول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد واي حاجة ننزلها على طول. النهارده جايه لكم بفيديو جديد، اول روتين في شقتي واول روتين هعمله معاكم. والشقه اتبهدلت كده، يعني متخيلين؟ يعني يوم ما اجي اعمل معاكم روتين يبقى اول روتين ويبقى الشقه بالمنظر ده. انا عارفه ان المفروض كنت اصور لكم وانا بفرش وكل ده، بس حقيقي كنت مشغوله جدا وعلشان كنت لوحدي وكده، بصراحه ما كنتش عارفه اصور. وكمان الاضاءه ما كانتش مساعداني والاستندات ما كانتش معايا وما كانش عندي نت وحاجات كتيره قوي كانت مخلياني مش عارفه ان انا اصور لكم وانا بفرش. فاعذروني بقى على كل اللي حصل ده. كانت الرصة غير كده خالص خالص. من ناحية الركنة والبار والسفرة وكل ده كانوا رصين حاجات تانية خالص ما عجبتنيش، ورجعت خليتهم لف وكل ده تاني ورصوا حاجات تانية. لسه في حاجات تانية كده اخليكم تفكروا معايا فيها وهتقولوا لي ايه رأيكم ونعملها ازاي بالنسبة لبقية الشقة يعني. النهاردة ده ما بعد العزومة بتاعت حماتي. الشقة كانت تضرب تقلب. انتوا عارفين يعني ايه 6 اطفال؟ ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك فيهم ويخليهم ويحميهم. 6 اطفال قاعدين في بيت واحد. متخيلين ان كلهم في سن واحد؟ يعني ال6 اطفال في سن واحد، يعني كل 2 في سن بعض، ما شاء الله اللهم بارك. متخيلين بقى النكشة والفرش واللعب وكل ده؟ ما كانش في حاجة في مكانها لغاية عقد النور كان يعتبر هيقع خلاص من مكانه. وبعد ما هما مشوا كمان احنا استقنيصنا قوي شويتين 3 كده وجبنا البطانيات بتاعتنا وقعدنا على الركنة، شغلنا الشاشة وفضلنا قاعدين سهرانين قدام. احلى حاجه بحبها في الصاله بتاعتي باب البلكونه والشباك الكبير قوي ده. من زمان قوي انا كان نفسي في صاله يكون فيها شباك كبير وبلكونه كبيره علشان خاطر يدخلوا اضاءه فيها. الحمد لله، يعني لولا التصوير وكده ما كنتش هحتاج اي اضاءه. اللي ساعدني في الاضاءه يعني انا منوره اللمبات، هما لمبتين بس في الصاله كلها، واعتمادي كله كان على نور البلكونه والشباك. عشان كده اول حاجه عملتها في الروتين بتاعنا ان انا شلت الستاره بتاعه البلكونه وشلت الستاره بتاعه الشباك. اول حاجه بدات اشيل الحاجات كلها اللي كانت على الركنه، ان هي الهدوم والبطاطين واي حاجه محتاجه تروح في مكانها. شايفين الركنه في مفارق عن بعض لان احنا غيرنا اللفه. هي المفروض فيها مفرق واحد بس، يعني فرق واحد بس مش فرقين. بس الفرق ده بسبب ان الركنه اتلفت وكده مش زي ما كانت في الشقه القديمه. بس بجد الموضوع كان صعب، كنت حاسه ان انا مهما انضف من الدنيا مش هتنضف برضو وكده. بدات اشيل المخدات اوقعها على الارض واشيل البياضات اللي انا بحطها على الركنه كده علشان خاطر ان انا، اللهم صل عليك يا نبي، علشان خاطر ان انا انفض الشلت كده كويس. انا عارفه ان كل ده محتاج يتغسل غسله متينه، بس طبعا ده هنعمله في روتينات العيد، مش هنعمله دلوقتي خالص. انا الايام دي يا معزومه يا بتعزم. ايه ده؟ يا معزومه يا بتعزم؟ طب ما الاتنين واحد. يا معزومه يا بعزم، يعني يا بتعزم عند الناس يا بعزم الناس. وحياة ربنا فمن اول رمضان واحنا على هذا الوضع تمام. فللاسف مشغوله جدا جدا، ممكن اكون مقصره معكم في التصوير فاعذروني وبعتذر لكم. اختكم بقى معلش استحملوني. جيت بقى بدأت انضف في الركنة كده وكنت ناسية اشد الحتة اللي هي على الشباك، حتى الركنة ضغط على الستارة بسبب الموضوع ده. ان في الفرق التاني المفروض فرق واحد بس اللي هو بين الكنابة اللي على الطرف واللي في النص. بدأت افرش البياضات بتاعتي كده وحاسه انها كبرت قوي من ساعه ما جيت هنا، مش عارفه ليه. بس الصاله ما شاء الله اللهم بارك واسعه جدا. زي ما شفتها بقى في الاول كانت مقلوبه بطريقه صعبه، وهنا محيي بقى جه يا ماما شوكولاته. عايزه اقول لكم انا كنت مقعدان في اوضه الالعاب بمعجزه يا حبايبي، اقعدوا في اوضه الالعاب عم اخلص واصور. مفيش فايده لان من ساعه ما جينا هنا وهم عمالين يتنططوا لي في الصاله وكل شويه. بس احلى حاجه في الموضوع احلى حاجه في الموضوع ده في الشقه ان بقى في اوضه لعب، فاللعب ما عادتش بتخرج عن حيز معين، يعني بتبقى في مكان واحد كده، ما بتخرجش في حته تانية خالص. فلو امكانكم، لو في امكانكم يعني ان انتوا تعملوا غرفه للعب يا ريت، او هاتلهم بيت لعب يا جماعه يلموا في لعب وما تخرجش براه بجد والله.
اللي عد محببني في المكان اكتر موضوع غرفة اللعب دي. يعني في غرفة فاضية فانا عملتها لهم للعب علشان خاطر ايه، يهونوا عليا ومعادوش ينكشولي الدنيا دي كلها. بدأت ارص مخدات الركنة طبعا بعد ما انفضها. عايزة اقولكم ان كانت مليانة حاجات غريبة كده. الشقة هنا بتتملى تراب بطريقة صعبة جدا. ده بسبب ان هي على الطريق على طول، وما شاء الله في دور عالي، يعني في دور عالي وعلى الطريق، واخدين بالكم انتوا؟ فما يغركوش خالص خالص الكنسة ديت. لا اوضه الركنه دي بتتكنس حوالي 3 4 مرات في اليوم، والله العظيم بالقليل خالص 3 مرات. وانا بقى قلت اما افتح الشباك بتاع البلكونه عشان يدخل هوا كده ويخلي ريحه الشقه حلوه، يعني يدخلها هوا جديد وشمس جديده. احلى حاجه ان الشمس بتوصل لكل حته في الشقه هنا برضو زي الشقه القديمه بتاعتنا. بدأت ان انا اكنس السجادة كده زي ما انتوا شايفين، وبصراحة طلعت كمية تراب كأنها ما اتكنستش بسبب بقالها اسبوع. ده من يوم واحد بس، يوم واحد بس اللي ما اتكنستش فيه، والله العظيم مش اكتر، والله ما على اقول شهيد. يعني هي ما اتكنستش يوم واحد طلعت منها. كان نفسي اوريكم الحبه اللي انا لماهم في الجروف. وطبعا برغم اوضه الالعاب وكل ده ما يمنعش برضو ان في حاجات تتنطور صغيره بره زي المسدس، زي التكتفون بتاع اللاب، بعض الاشياء الصغيره يعني، بس هو احسن من الاول بكتير. بعدين جبت الترابيزه بتاعتي بقى حطيتها عند الركنه وكده، وببص لقيتها ايه، مبقعه. فقلت ايه، هنرجع لك تاني دلوقتي. جبت الليد بتاعي بقى لاني نقلت الليد اللي انا كنت عاملاه في المطبخ، حطيته ورا الشاشه كده عشان يظبط لي الاضاءه شويه في الصاله. وايه، حاسه مش معدول، المفروض الف ورا الشاشه وكده، بس انا حبيت احطه عند المكتبه عشان يدي اضاءه للمكتبه اكتر. فحبيت اثبته كده، جبت لزق الشفاف ده العريض وبدات اثبته على الحيطه كده. بعتذر جدا عن الدوشه ديت، بس احنا ما نعرفش نقعد في حياتنا من غير دوشه، وحياة ربنا لازم العيال دول يقعدوا يصرخوا ويعملوا دوشه كده. المهم يا جماعه، كنت بثبت الليد كده بشريط اللزق ده، وثبته بالعرض برضو باللزق. وبعدين زقيت المكتبه كده. طبعا همسحها. المكتبه دي متمسحتش بقالها بصراحه 3 ايام، يعني الارض هي اللي بتتكنس في اليوم 3 4 مرات، دي اللي ما كانتش اتمسحت بقالها فتره. جيت بقى شلت كل الانتيكات وكل الحاجات اللي عليها وبدات امسح. والله العظيم طلعت منها كميه تراب. انا ما نزلتش لسه هنا لوحدي وكده. عايزه اتعود على المكان اللي هو انزل لوحدي وكده عشان اجيب بقى المنظفات واجيب الحاجات بتاعتي كلها. طلعت كميه تراب، يعني انا وريت كل التراب اللي انا طلعته من رفين بس. باقي التراب اللي طلعته من بقيه المكتبه كتير جدا جدا، ده بقالها 3 ايام بس ما اتمسحتش مش اكتر. بعدين جبت بقى المقشه، والله العظيم من كتر التراب اللي وقعته لميت التراب اللي وقع. جبت مفرش الخيمية دوت. احنا في رمضان بقى، كل سنة وانتوا طيبين واحنا طيبين، ورمضان مبارك علينا وعليكم كده يا رب العالمين. فرشت مفرش الخيمية وقمت حاطه عليه الفانوس، وكنت عاملة الشيالة بتاعة الزرع ديت، فحطيت عليها الفازة بتاعة الورد، وكنت عاملة الهلال ده برضه، حبيت احطه على المكتبة كده في النص، هتشوف في الاخر هعمل ايه. وحطيت الورود كلها في قلب المكتبة بالطول. وجبت الاخ اللي بيقعد فيه ورد ده في دماغه، قمت حاطاه مقعداه على الهلال كده، كان شكله لطيف جدا جدا. كنت اول مرة اجرب الحركة دي في الفيديو ده. وحطيت المبخرة برضه. بعدين بليت طرف الفوطة بس كده، حاجة بسيطة جدا. وبدأت ألمع الإزاز بتاع الترابيزة، ولمع الخشب، ألمع الخشب بتاع الترابيزة والإزاز. وبعدين قمت جايبه بقى الحتة الناشفة كده، بدأت انشفهم تاني عادي خالص. وجبت المفرش الخيامية بتاعي ده، عنده بقالي 3 سنين. مفرش الخيامية ده عندي بقالي 3 سنين. وجبت الطبق الانتيكا ده، وقمت حاطه اللي هو الطبق بتاع الايكيا، قمت حاطه عليه الفانوس الاوفايت ده عشان لون المكتبه ولون الترابيزه بتاعه الركنه. جبت ورد الفازة دوت، هتبقوا تشوفوه معانا في فيديو تاني ان شاء الله. وكان لسه عندي ستارة النور ديت ما تركبتش، المفروض كنت هركبها في اوضتي او في البلكونة، لا ركبتها هنا ولا ركبتها هنا. لغاية حسام كان قالع هدومه وحطتها على الكرسي وسجادة الصلاة والعباية بتاعته. شوفوا بيعيطوا برضو بره، والله العظيم ما عدتش عارفة اعمل ايه معاهم. خدت الهدوم ودخلتها كده الأوضة. رجعت لكم تاني، خدت الهدوم بقى ودخلتها الأوضة كده، ورجعت علشان خاطر انضف السفرة كان فيها بعض البقع. هي كمان شلت مفرش الخيامية من عليها، وبدأت ان انا ألمعها كويس جدا. لو انت لسه مكمله معايا في الفيديو لحد دلوقتي، ما تنسوش اللايك والكومنت، وياريت تشيروا الفيديو ده عشان عيلتنا الجميله تكبر بيكم كده ومعاكم.
جبت بقى المفرش الخيمة بتاعتي كده، ما بحبش احطه بالطول ولا بالعرض، انا بحب احطه بالورب كده بيبقى شكله جميل قوي. وحطيته بقى، وبعدين حطيت عليه المبخرة ده. المفروض كنت بحط الطبق الانتيكا الكبير في السفرة، بس الولاد اخر مرة كسروه وانا لزقته بالعافية اصلا، والحاجات دي بقت اللي هي غالية، ما عدتش اعرف اجيب زيها يعني، ولو جبت زيها تبقى غالية جدا برضو. الحاجات دي كانت جايه ايام زمان كمان يعني. وانا الاستاذ محي كان هيساعدك يا ماما وعايز يشيل الكرسي. بعدين قلت له تعالى طيب عشان عايز تقول لهم حاجه، كان بيقول لكم هنا كل سنه وانتم طيبين، بس للاسف الصوت راح معايا في المونتاج. كان بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا اصحابي، واعملوا لايك يا اصحابي. ما تزعلوش محي بقى واعملوا لايك. رحت شلت الكرسي، وفي الوقت ده محي كان بيساعدني فعلا وبيشيل الشوزات كلها اللي على الارض في الجزام. جبت بقى المقشة بتاعتي وبدأت اكنس السجادة اللي انا حطاها تحت السفرة. عايزة اقول لكم ان موضوع السجاد محطوط مش محطوط ده مش فارق معايا خالص في الشقة، لان الشقة ما شاء الله جوها حلو، لا هو بارد ولا هو دافي. حتى الجو بيبقى بيمطر جامد برا والهوا صعب وكده، بس بدل مقفله الشقه الشبابيك والبلكونات وكده بيبقى الجو دافي خالص، مش بيبقى برد. جبت المقشه بقى وبقيت اكنس السفره وحوالين السفره والسجاد وكل ده. وما كانش فيه عك كتير لان احنا مش بنقعد على السفرة اصلا كتير، غير الحتة اللي ممكن تكون فيها تراب اللي ناحية الدنسوار. وهنا بقى كنت بسقف لمحي سقفة عشان كان بيقول لي ايه انا شطور يا ماما وبساعدك اهو، فبقول له حاضر هسقف لك اهو قدام الكاميرا. جبت بقى البف ده كده وحطيته عند الكرسي ده، وكنت واقفه بقى عند الدنسوار دوت عماله اقول هو الصلاة ما بتخلص ليه، الصلاة مش راضية تخلص ليه بجد. بعدين حسام كان حاطط لي حاجات للعربيه بتاعته، رفعتها له في قنيس، وده كان المصحف الصغنون بتاعي، والعيال حاطين فلوس في الطبق ده. فقررت ان انا هشيل المفارش الفرو دي. شلت المفارش الفرو ديت علشان خاطر اجيب خياميه لما اجي نازله وكده، ونسيت اجيب خياميه في نفس اليوم اللي انا نزلت فيه. قلت عشان المفارش ابقى افرشها في العيد وكده، مش وقتها دلوقتي خالص. فقلت هشيلها بقى وكده ومتوسخه. وبعدين وانا بشيلها كده لاحظت ان الرخامه بتاعت الدنسوار اتكسرت، مكسوره من ساعه النقل، بس انا ما كنتش واخده بالي منها قوي. اكتشفت ان الرخامه مكسوره نصين حرفيا. جبت بقى الفوطه الصغننه اللي لمعت بيها كل الشقه ديت، فوطه قاهره للاوساخ. جبت الفوطة وقعدت ألمع المراية كويس من اي بقع فيها، وبعدين مسحت الرخامة كويس جدا ومشيت على الخشب كده بطريقة سريعة، ورجعت كل الانتيكات بتاعتي مكانها تاني سريعا كده، مخليتش حاجة. كل ده كنت بعمله علشان خاطر امشي في شقه نضيفه. كنت عايزه اقول لكم ان انا عملت اكتر من ده بكتير جدا والله العظيم. يعني كان عندي الدولابات جوه مقلوبه طبقتها، وكان عندي سرير عايزه اتغير فرشتها غيرت فرشتها، وكان عندي كوم غسيل والله كنت بغسل، كان عندي سبتين غسيل كنت بغسلهم وانا بصور لكم الفيديو ده. فالحمد لله والله العظيم على نعمه الصحه، ربنا يديمها علينا نعمه. وانا لمعت مرايه الدنسوره ولمعت الدنسوره رصيت عليها انتيكات وحط عقد نور بقى على الجزمه كده، جزمة ورا باب الشقة، فقلت انضفها هي كمان. شلت بقى المفارش الخيامية والفوانيس والمبخرة والفازة وبوجي وطمطم والطبق بتاع ايكيا والحاجات دي كلها. وبدأت بوريكم بقى امشي ايدي من يوم واحد، والله يوم واحد، لان الجزمة بالذات معايا في التنظيفات يوميا بسبب الحاجات اللي عليها دي. شلت المفرش الخيامية والراوتر وكل ده، وبدأت ألمع بقى كده. لمعت وفرشت، وصراحة كان انجاز رهيب. الانجاز مش ان انا نظفت الصالة دي بس، الانجاز ان انا نظفت الشقة كلها، علشان خاطر كنت ماشية بالليل وما كنتش مصدقه ان انا هخلص كل ده، من ناحية فرش سراير وغسيل ونشير وتطبيق دولابات وترويق اوضه العاب وترويق مطبخ واعمال فطار برضو وكل ده. يعني مكنتش مصدقه ان انا هخلص كل ده، يعني كنت عامله فطار وحاجات تانية كتير قوي. بعدين زقت المكتبه بقى، عقد النور ده بينور بس ايه، اكتشفت ان احنا حاطين فيشه الراوتر، فقلت مش هشيلها علشان خاطر عقد النور دلوقتي، يعني كده كده انا مش بنورهم غير بالليل. فرشت مفرش الخياميه ده وحطيت عليه طبق ايكيا المبخره والفانوس الصغير والفازه دي، وفرشت المفرش التاني وحطيت عليه بوجي طمطم. وبس كده نكون خلصنا الشقه بتاعتنا. اتمنى تعملوا لنا لايك وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميله، وتقولوا لي ايه رايكم في الصاله بعد ما نضفناها، وايه رايكم في الرصه كده. والزواق ده انا اللي عاملاه الفوانيس الخشب الذهبي دي، وعلقت الحاجات دي كده.
اتمنى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم.